اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في برنامج شيكو من اللعيبه والتلاتين مصيبه اللي اوريدي يا جماعه بنشوفهم مع بعض مصيبه. بس النهارده يا جماعه مصيبتنا مش عاديه، مصيبتنا جامده قوي مع حد جامد قوي. النهارده يا جماعه هنعمل مصيبه مع سامي العدل. قلبي يا ناس مليان احساس، جاهزين يا رجاله؟ كله في كنافه شيكو. استنونا يا ابن اللعيبه. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين حبايب قلبي بعد الفاصل، ومعانا نجم النجوم الاستاذ سامي العدل. حبيب قلبي يا ريس، منور الدنيا. ربنا يخليك بجد والله العظيم انا مبسوط قوي ان انت معايا وكده، حاسس من قلبي يا ريس ان احنا النهارده هنعمل حلقه حلوه بس حلوه اخر حاجه. ايه رايك في الموضوع ده؟ انا ما اعرفش يعني ايه حلوه اخر حاجه. انا شفت مصطفى قمر في اصحابه ولا بيزنس بيقول حلوه بجد، يقولوا له بجد مش عارف حاجه كده بالظبط، احنا عايزين نعمل حاجه زي كده يا ريس. يلا بينا. انت منور مصطفى قمر وانا سامي العدل. ايوه بالظبط. منور الدنيا كبير. اتفضل بينا. كل الناس بجد عايزه تعرف الشخصيه اللي انا قاعد معاها دي دلوقتي بتقوم من النوم بتعمل ايه؟ يعني يومك بتقضيه ازاي؟ يوم اجازه. لا ما هو يوم اجازه، ما انا في اجازه. بس هو انا دلوقتي ايه، بقوم من النوم بعد الظهر طبعا لان ما وريش اي حاجه، لان انا بقعد قدام التلفزيون لغايه الساعه 6 و8 الصبح وكده وبعدين انام. تمام. اقوم من النوم ممنوع اي حد يكلمني لمده ساعه. تمام. اللي عايز يطلب حاجه يطلبها بعد الساعه دي، اللي عايز يسلم عليا يسلم بعد الساعه دي. ما باكلش طبعا الا بعد ساعه، وانا باكل مرتين. الساعه اللي ما حدش بيكلمك فيها دي انت بتعمل ايه؟ اللي هي ما بين السرير والحمام، الحمام والسرير، قنوات التلفزيون فيها ايه، اهدي نفسي كده عشان ابقى جميل، لان انا كنت بحلم احلام مزعجه جدا. تمام. عشان بعد كده لما حد يجي يكلمني او كده ابقى عندي استعداد ان انا ارد عليه، تتفاهم معاه وتتعامل معاه. لكن اقوم من النوم واحد يقول لك كانوا طالبين 2000 جنيه، اخرب عقلك حد يقوم من النوم يطلب مني 2000 جنيه؟ ده كلام. سامي العدل ايه قبل الثوره وسامي العدل ايه بعد الثوره؟ هو يمكن الثوره دشدشت ناس وعلت ناس وعملت كده، بس انا زي ما انا ماشي بنفس الطريقه. انا بعتبر نفسي مراقب. بقعد اتفرج بس اشوف ايه اللي بيحصل، رغم ان اغلب اخواتي طبعا على طول في الميدان. احنا بنتكلم بجد ليه؟ ما تسيبك من الميدان والثوره وكده، تعال نهزر. مش انت مطرب؟ سمعت اغنيه ابو شكه يا ريس؟ نعم. ابو شكه. ابو شكه؟ ابو شكه ده حقن؟ ابو شكه. سمعها لي. يلا نسمع. جرى ايه اسمع مني هقول لك ايه. جرى ايه اوعى يزعلك، اوعى يغضبك، اوعى يزعلك، اوعى يغضبك. عينا لله سيدة لله، عينا لله سيدة لله. عمال يشك فيا ويجيب اللوم عليا من كتر يشكوا فيا، كل الناس بتقول عليه. عمال يشك فيا ويجيب اللوم عليا من كتر يشكوا فيا، الناس بتقول عليه ابو شكه. طب ليه على ايه؟ طب ليه على ايه؟ عينا لله سيدة لله، عينا لله سيدة لله. اوعى يزعلك، اوعى يغضبك، اوعى يزعلك، اوعى يغضبك. حبيبي يا ريس منور الدنيا. حاجه جميله قوي، بس انا عايز اعرف ليه ما يزعلوش ما يزعلوا ويغضبوا. اوعى يزعلك بقى عشان ده بشكه طب ما يزعلوا وشكاك ويغضبوا يا عم، ريح دماغك، روح اقعد لوحدك مع اصحابك. تمام. وطنشها. ايه رايك في الاغاني الشعبيه طيب؟ ما اعرفش يعني ايه الاغنيه الشعبيه، انا اعرف الصوت الشعبي. تمام. يعني اقدر وانا يعني بسمع جورج وسوف، لا صوته شعبي، ما هوش رومانسي ولا هو عاطفي. لكن اللي بيتقال دلوقتي مش شعبي، اللي هو ازاي ما انا ما اعرفش. يعني ايه رايك في سعد الصغير؟ يعني انا بحبه جدا لانه طيب جدا. بس وان واي تراك، يعني هو اللي بيعمله كله، اللي هم اللي بيعملوا ده كله، ونفس المزيكا او نفس الريتم زي بتاع شعبان عبد الرحيم. بتقول كده على سعد عشان هو ما اشتغلش معاك افلام، بيشتغل مع السبكي بس؟ ده انا بعشقه. وهو عارف انا ما طلبتوش والراجل قال لا على فكره. رايك فيما بعد سعد الصغير، يعني اكيد سعد. ما انا سمعتك اهو دلوقتي يا ابو شكه. فيما بعد ايه انا كمان في بعديك وانت بعديك حاجه، انت اخر حاجه وصلت. ابو شكه دي من 4 سنين. يا ده انت تاريخ بقى. وده انا اسطوره. ايوه بس كلكم استنساخ من سعد الصغير. لا
ما تقولش لا، انا اللي بقول لك، لان انا بتفرج من بره. لا والله. يعني وانت بتغني دلوقتي وانت بتعمل ده سعد الصغير. ده سعد. طب وحكيم؟ اهو حكيم، ما هو نفس ما اصل سعد يا مش حبيبي حكيم. انا بس عشان اقول لك مثلا عمرو دياب استنساخ لعمر فتحي، ما توعاش عليه. طب انا قصدي في هوجة الاغاني المهرجانات والدرامزات اللي في الافلام الجديده دي. ما هو خلاص، هو دلوقتي انت، اصل دلوقتي في انا مزيكا تانية. ما اعرفش اقف ضد التاريخ. انا لسه بقول لك اهو، ام كلثوم هتطلع تقول اروح لي من 3 ساعات، مين اللي هيعبرها ولا يقعد يسمعها؟ احنا فاضيين. لغايه دلوقتي بقت ساندوتش زي التيك اواي. الاغنيه بقت كده والسينما بقت كده، واي فن لازم يعبر عن الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. بالظبط. سامي العدل، انت راضي عن نفسك كممثل؟ عمري ما اتفرجت عليا وانا بمثل عشان اقول لك. لا والله. والله عمري في حياتي. يعني من يوم ما مثلت ما شفتش نفسك لحد دلوقتي؟ اول ما اسمع صوتي اطلع بره، لان انا ما بحبنيش وانا بمثل وافضل وانت في الكادر تبقى 4. انت بتتفرج على ال4. انا كممثل بتفرج عليا لوحدي، ماليش دعوه بالثلاثه التانيين. فلو ودني عم يخرب بيتك عامل كده، اللي بقى ايه بتتكلم كده ليه؟ يعني ضيعت كتير من عمرك. طبعا. وفي الاخر ما وصلتش برضو في الحته اللي هي يعني سامي العدل فيه. لا انا بس هقول لك حاجه، انا ابتديت اهتم بالتمثيل لما خدت جائزه احسن ممثل مسرحي في العالم سنه 99. فابتديت اتنبه يعني ان انا لازم ارمي الانتاج شويه وما اركزش فيه قوي، يعني ده يبقى جنب ده في العالم احسن مسرح في العالم، احسن ممثل مسرحي في العالم سنه 99. طب وانت فين من المسرح يا استاذ؟ ليه؟ ما انا بعمل مسرح على طول وانا ببطل. انا اخر مسرحيه عملتها اللي هي زمن الالف ليله، وعملت قبليها بس زمن الالف ليله ده كنت عاملها في مسرح الغد. صعبان عليا في حته، انا بحبك جدا. ربنا يخليك. يعني انا زعلان برضو حتى من تعمل مسرح دوله، يعني فاهم؟ يعني مش هو ده المسرح اللي يتعمل. ما انا ما اقدرش اشتغل مع عادل امام افضل 18 سنه بعمل دوري هو. طب هو البطل مش هيزيد عن كده. انا هعمل ايه بقى الحته دي وافضل ال 18 سنه بعمل الحته دي؟ لا طبعا. انت ليه ما بتنتجش دلوقتي؟ بعمل ايه؟ بطلت انتاج شويه بقالك كتير ما. لا انا في السينما. انا بالنسبه لي كسينما اخر الديلر. يعني عملت الجزيره والديلر وبعدين اتفرجت على الافلام، ما اعرفش اعمل زيها. في منتجين تاني اشجع منك شويه، انت خايف مجمد في اشجع. انا بعمل مستوى معين من السينما ما اعرفش انزل عنه. انا بعمل اشاره مرور، بعمل امريكا شيكابيكا، اعمل البطل، اعمل مثلا حرب الفراوله، اعمل افلام على مستوى ما. اما انزل بقى عشان اعمل فيلم اللي هو فيه رقاصه ومطرب وحاجات كده، انا ما بقولش انه وحش، بس انا ما اعرفش اعمله. ما احنا لازم نعبر عن الحاله اللي احنا فيها. ما هو دي مش الحاله اللي احنا فيها. ما نفس الناس اللي عملوا ده عملوا فيلم اسمه الفرح كان عبقري. مش كده؟ احترمه. طبعا. لكن رغم ان اللي برضه بحترم التاني، لان هو دي وجهات نظر. هو بيعمل سينما وبيكسب فلوس، انا بعمل سينما وبخسر فلوس. لان انا ما اقدرش ابنك وابني وابنه يتفرجوا على السينما دي والا تبقى مصيبه. طب ما هم بيتفرجوا عليها دلوقتي. مين دول؟ ابنك وابني لا 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 ما اعتقدش. بوظت برضو جيل كامل وعملت الديلر وده دي جيل كامل. ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه، ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. يعني لما ممثل يعمل لفظ مش كويس زي كده ازاي؟ دي مش كويس، ما بتقالش في كل حته. طب هو ده اللفظ اللي مش كويس؟ لا فاصل يا استاذ. لا مفيش فاصل. لا عشان خاطر الاستاذ سامي ده. مش انت اللي بتقول أيوة بس لفظ كويس؟ فيلم ايه يعني؟ ايه يعني؟ ده انا بقول لك انا وانت من غير ما يصور ببساطه شديده. واحده راحه تقول للواحد مصاحبها بتقول له انا حامل، وهو عرباجي عايز يقول لها ايه؟ ليه يا حبيبتي؟ استاذ بس حضرتك خلي بس الالفاظ عشان انا ما قلتش ده، انا عملته. ما انا فاهم، انا يعني عشان بس حاضر اتفضل. حضرتك بتقول ان انا من خلال فيلم. احنا غيرنا السؤال. لا ما انا عايز اقوله. 2 1 داي. استاذ سامي، حضرتك الافلام الجديده اللي انت داخلها ايه ان شاء الله؟ انا لسه على فكره مش في دماغي خالص ان انا يعني مستني بس اما اشوف ايه اللي بيحصل في البلد علشان اعمل سينما من اللي انا بحبها. مش ملاحظ كده ان حضرتك اناني؟ ليه؟ خايف على فلوسك شويه، مش عايز اكتر من كده. انا خسران في الديلر 13 مليون جنيه. بصراحه فيلم يستحق ان انت تخسر فيه. ليه؟ علشان فيه الفاظ مش كويسه.
فيلم لحظه بس لحظه. في مشاهد مسيئه. اولا لا انا اللي بكتب الافلام، حضرتك اللي بتنتجها. أيوة، دي الكارثه السوداء ان حضرتك بتشجع اللي بيكتبوا الحاجات دي. أولاً اللي يلا كاتب الفيلم زودوا، ده الدكتور اعملوا مدحت اعملوا العدل اعملوا شتايم يا جماعه. مين اللي قال كده؟ هو ده اللي بتجيب فلوس في الفيلم؟ طب ما انا شفت ده في الديلر حضرتك، وكل الناس قالت لك على اللي عمله الممثل في الفيلم، مش عايز اذكر اسمه، بس هو عمل لفظ مش كويس وده مش. وعلى فكره مش منه، هو مكتوب كده. اللي انت بتقول ان انا ابني وابن، ما هو يسمع لفظه، وابني وابنك بيسمع من التوك توك ومسوقين الميكروباص انيل من كده في الشارع. ده ما كانش موجود في بلدنا زمان، ده ما كانش متاح عندنا. احنا كنا في شبرا لو حد دخل عاكس بنت من عندنا حتى لو انا ما اعرفهاش ده ما يخرجش من الشارع. دلوقتي الاخ بيتفرج على اخته وهي بتتعاكس ويودي وشه الناحيه الثانيه. ده فين ده؟ ده اجيال يا حبيبي في كل مكان. اركب الاتوبيس وانت تعرف. اركب الاتوبيس. بتركب اتوبيس؟ طبعا. طبعا. ده زمان. بتصور في الاتوبيس؟ بتصور في الاتوبيس. لكن انا عايز اركب الاتوبيس. ما انا بقى ده انا بقالي 20 سنه نفسي اشوف محطه المترو شكلها ايه وخايف. نفسي انزل اشوف محطه المترو، بشوفها في الافلام. طب ما بتنزلش ليه؟ فهتبهدل. بهدل ليه طيب؟ اصل انا ميكانيكي، فهم كلهم هيبقوا عايزين يسلموا عليا وكده. ايه يا ريس؟ ايه يا حبيبي؟ هو احنا قاعدين في قهوه بلدي مش بنصور يا ابني؟ ده بيسيبني على الهوا ويروح داخل. اقول له دلوقتي انا عمرو؟ انا مش فاهم ده، هو انت المذيع ولا هو؟ بقول لك يا ريس. لا ضرب لا. ايوه بص والنبي اقف جنبي. طب ما انا معاك اهو. في ايه؟ ماشي. المنتج بس بتاع البرنامج في واحد مطرب بس كده قريبه، هو اللي عامل لي لبكه كده ومخليني بصراحه مش عارف اتكلم. منتج ايه؟ منتج البرنامج ده عشان خاطر رئيس. يا عم ما انت عامل كام حلقه هنا؟ دي الثانيه. دي الثانيه؟ يا لهوي. النبي يا ريس. اعمل ايه؟ في ابن اخته بس مطرب هيجي بس يخش يغني، يقول له الله احسنت شطور، وحاول ترقص معاه يعني. ارقص مع مين؟ مع يعني سقف له كده يا ريس، بلاش ترقص يعني. لو ما عجبنيش هديله بالجزم. خلاص يا عمرو هو هيرقص يا عم. خلاص امان. استاذ سامي في جيبي خلاص. اسمه ايه المطرب؟ اسمه ايه؟ يا لهوي. اعزائي المشاهدين حبايب قلبي، ورجعنا تاني بعد الفاصل ومعانا نجم النجوم سامي العدل. وزي ما انتم عارفين يا جماعه برنامج الليله مع شيكو ان احنا كل حلقه بنجيب ضيف جديد وموهبه جديده. النهارده يا جماعه مش هنجيب اي مواهب، النهارده هنجيب نجم العيار التقيل قوي، نجم التكاتك، نجم الديجات، نجم المهرجانات، نجم افلام السبكي، احمد الكردي. سقف ريس، سقف ريس. حبيب قلبي يا نجم يا نجم. وحشني عمهم. يا نجم يا كردي يا جميل. حبيب الجمال ده. اتفضل يا جميل، اتفضل يا جميل. خلاص عشان خاطر. ايوه انا معاك اهو. اهلا يا احمد، منور. بس من اول دخلتك نجم. يا لهوي. صدق نفسي انا معايا احمد الكردي وسامي العدل يا جماعه. حبيبي يا شيخ. عماد ولا احمد؟ حبيبي يا شيخ. عماد ولا احمد؟ كل الناس يا كردي بجد بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني بص بتتكلم على الكردي عيالي كلهم كل شويه قول الحمد لله، قول الحمد، كله على طول بعد ما ياكلوا الاكل قول الحمد لله، بعد ما يلبسوا قول الحمد، اجيب له لعبه قول لي الحمد لله. كل الناس واولاد استاذ سامي العدل برضه، واولاد كل الفنانين يا كردي بتموت في الاغنيه بتاعتك. عايزين نسمع سقفه كبيره للكردي يا جماعه. حبيب قلبي يا كردي. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. بجد قول لي يا كردي احساسك ايه بعد ما صورت الكليب ده فضل من عند ربنا الحمد لله. إيه فضل من عند ربنا. حسيت بايه؟ اول حاجه كل الناس عامله يعني كل حاجه في الدنيا، فايه الافيه الجديد اللي احنا نعمله؟ محدش عمل قول الحمد لله. حبيب قلبي يا كردي، حبيب قلبي. احنا عملنا كل يوم كتير يعني الحمد لله. مع ان سبحان الله يعني مثلا بس قول يا رب عم، قول يا رب. شوف لكن الحمد لله بقى. الحمد لله. الحمد لله. حبيب قلبي يا كردي، ما تيجي يا كرهون بقى تسمعنا حته كده من الحمد لله. قول الحمد لله، قول الحمد لله، قول الحمد لله، قول الحمد لله. الفرح عدى على خير، يا شيكو يا وش الخير. الفرح عدى على خير، يا سامي يا وش الخير. قول الحمد لله، قول الحمد لله، قول الحمد لله. تحياتي 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 محمد فؤاد، احمد الكردي. عايزين نسمع سقفه للكردي يا جماعه.
اعزائي المشاهدين فاصل ولسه مكملين استنونا. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. بيفكرني الكردي كانت الله يرحمها بقى والله يرحمه سيد مكاوي ومها صبري، كانت بتغني خلي شويه عليا وخلي شويه عليك من وراه، فجه قال لي هات الولايه دي بتغني من ورايا، فجبتها قال لها انت ازاي بتغني الاغنيه دي؟ قالت له امر، قال لها خلاص تدفعي حق اللحن. ميزو. ما توعى يا ابني. تدفع حق اللحن، قالت له كام؟ قال لها عامل ايه يا حبيبي؟ 3000 جنيه. ايه البقر دي جايبينهم من يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. الورد ده حسن يا ريس، انا بقول لك انت حر في نفسك. صار حاضر حطها في جيبك يا كردي. يلا. استاذ كردي، ايه كردي؟ انت ازاي تسمح لهم بكده؟ يا لهوي. التواضع بقى كويس. تواضع؟ طب نزل رجلك قدامي خليك مؤدب. طب ما انا مؤدب. لا كده مؤدب. لا اصل دي عادات في كل الكليبات يعني. ايوه في الكليبات لكن الحمد بيقعد جنب لله. سامي العدل لازم ينزل عشان انا بس- بقعد كده قدام عشان السن برضو قد ده قد السبك، والدك. لكن انا سامي العدل ملهاش اي علاقه، هم احسن مني بس انا محل. نزل بقى ايدك. نزل رجلك يلا يلا. هات كلوز. شفت بقى؟ حط رجله الثانيه اللي في ما وشه. حضرتك قلت له يلا طيب. يا ابن اللعيبة. قول لي بقى كردي الجديد ليك ان شاء الله ايه؟ ان شاء الله في فيلم مع استاذ احمد هو انت الصبحي. جايبني في إن شاء حلقه الله ولا جايب بمشيئة الكردي؟ الرحمن. انت يا استاذ ان شاء الله. انت مش بتعمل معاها حلقه؟ ما هنا 5 اما اسئله وهنا تخلص 5 يبقى أسئلة. لا. على فكره يا استاذ اللي جاي بتاعنا مش بتاعكم. طب ما انا لسه قايل كده يعني دلوقتي. اللي جاي بس احنا بتاعهم اللي جاي بتاعنا هم، احنا مش بتاعك انت. لا بتاعنا احنا كلنا. أيوة، ما أنا بقول. كتيم كتيم في السوق. وكمهرجانات وكشغل. مكركنات يعني. يا لهوي. كمهرجانات وكشغل بتاعنا احنا. طب ما انا عارف ده، انا لسه قايل كده دلوقتي. ايوه طبعا. بس مش بتاعك انت. حسام بيحبك جدا يا كردي والله. لا بتاعي. قوي قوي، ده انا لسه هكلم خالك ده اللي انت ابن اخته عشان يعمل لك فيلم، لان انت كتيب مش موجود. انت ليه يا استاذ بتكره الاهلي؟ يا كردي احنا مستمتعين بيك كفنان، ما تخشش في حته الاهلي والزمالك وكده، خليك كفنان مطرب. عايزين نسمع تحيه كبيره يا جماعه النادي الاهلي. اهلي 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 اهلي. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. بس انت بتكرههم بجد، انت بتكرههم يعني. انا بتكره بكرهك النادي انت، الأهلي. هكرههم هم ليه؟ انت بتكره النادي الاهلي، بتكرهني ليه وانت انا صاحبي عمري ما عشان كرهت تكرهني؟ على فكره اي حد في على فكره الدنيا. انا كل يا صحابي ريس؟ بتحبني. انت مش صاحبي عشان تكرهني يا ريس. وانا اعرفك، انا ما طيب، اقدرش وأنا- انت سايبنا ما اعرفكش يا ريس عشان تكرهني. نعم. وانا ما اعرفكش عشان انت ما تعرفنيش. قوم يلا من هنا. اقوم ليه يعني؟ قوم يلا من هنا يلا. اقوم ليه؟ اسكت انت اقوم سامي. اضربه لكم. اسكت انت سامي العدل انا احمد الكردي. يا لهوي. مين برنج؟ ما انا بقول لحضرتك اهو اسكت مين انت سامي امال العدل احمد الكوبري. احمد الكردي. هي تمشي. وهي برضو تمشي. احمد الكوبري. العدل جروب تمشي برضو. لا حد يقدر يجي ناحيه الحاجات دي. طيب. دي اهرامات يا ابني. يا لهوي. انت يا أستاذ. شيكو بتنرفز وراح ليه يا أستاذ؟ فين؟ بتنرفز ليه؟ يا ابني انا جاي اقعد مع شيكو، انت مين؟ قوم بقى من هنا. انا مين؟ يا انا احمد شيكو. الكردي قريب المنتج. انت مين بقى مين؟ حضرتك؟ منتج ايه؟ منتج البرنامج ده. عامل حق وبتاع كده بقى منتج. منتج لا البرنامج ده. المنتج اللي هو احنا ده منتج. كان زمان ما بيدفع يا 20 أستاذ. 30 راحت مليون عليكم جنيه. خلاص. النهارده السبكي الله بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليه نكسر لنا، مصر. ربنا يخليه لك بحق جاي بس النبي. طبعا. طبعا. يلا يا عم اقفل لنا البتاعه دي بدل ما اقفل ليه يا نكسر استاذ؟ بس ليه؟ يلا بطل ليه يلا؟ اسكت خالص. ليه يعني؟ اسكت ليه؟ اسكت انت سامي العدل انا احمد الكردي. يا لهوي. حبيب قلبي يا ريس من ولا حبيب قلبك ولا نيل. عايزين نسمع سقفه كبيره يا جماعه لكردي وسامي العدل يا قوم لي جماعه. الواد ده من هنا. الله اكبر. قوم الواد ده من هنا. ريس، إن أنت بقول لك ايه بقى؟ عشان خاطر مش عايز دوشه الدماغ. عشان خاطر شيكو يا ريس بعد ولا إذنك. شيكو ولا بتاع، ده واد قليل الادب. يا احمد زعل. انا محترمك الله شيكو وتحترمني انا عشان ولا انت البسك كوبايه الميه دي والله. شيكو فمحترمك حبيبي. فبعد اذنك ما يقولش ولا. حبيبي يا احمد بعد اذنك يا ريس. قوموا بعد اذنك قوموا من هنا. كان هو سامي العدل احنا عيله الكردي. يلا يلا هي بالشاشه. قوم يلا من هنا يلا. قوم مش هتختم الحلقه، خلصني بقى. قوم. هيغني لا ما يغنيش. هيغني يا أستاذ عليا سامي. النعمه ما يغني. عشان خاطر لو أستاذ هموت مش هيغني. خلاص قوم يلا من هنا بقى. ما تقولش يلا بس. قوم روح بقى. بتضحك ليه يا احمد؟ أستاذ بتضحك أحمد ليه يا أحمد؟ الكردي. لا بتضحك ليه يا احمد؟ إيه؟ بتضحك ليه صحيح دلوقتي؟ ليه بجد؟ قوم يا يعني؟ استاذ احمد. استاذ احمد
هو بيكلمني كده ليه يعني؟ قوم يلا قوم يلا من هنا يلا قوم يلا بيكلمني قوم كده من ليه؟ هنا استنى بس بتهزر معايا ولا ايه؟ يلا اطلع بره يا استاذ سامي بس ما ينفعش اسكت يلا اعمل الكرسي تعال هتقول لي انا تعال هو بس سامي تعال يلا انا محترم استاذ سامي استنى. معلش يا احمد انت بتحترمه وانا ما بتحترمنيش بس يا ابني اقف جنبي يا استاذ سامي اطلع بره بعد اذنك بس بعد اطلع اذنك بره يا يلا انت بتضحك بحترمه يعني مش محترمني معلش تعالى بره يلا انا عشان خاطر بس عشان خاطر انت وربنا خاطر مني يلا يا عمر وربنا انت يلا استنى بس يا كردي عشان خاطرك كردي عشان خاطرك يا كردي يعني كده يا استاذ عملت كده ايه وليله ايه؟ يعني هتصور انت لا انت كده لا انت مطرب في ايه؟ النجوم كلها بتترسم على الناس ولا ايه؟ بس يا كردي عشان خاطرك كردي ليه طيب معلش يعني؟ معلش يا كردي معلش يا كردي معلش يا كردي الواد ده يطلع بره بجد هضربه استاذ سامي عايز اقول لك وانت حاجة. كمان توعى والله العظيم عايز اقول لك حاجه طب وربنا بص عايز ايه؟ بص وربنا عايز اقول لك ان البرنامج ده اسمه شيكو ابن اللعيبه عامل 30 مصيبه قلبي يا ناس وربنا بهزر معاك يا ريس وربنا بهزر معاك وربنا بهزر معاك يعني ده مش مطرب يعني كان بيهزر ويقول لي ادبه عليا انا بهزر معاك والله العظيم وانت تهزر معانا انت قدي انا ما اعرفش ان الواد ده سخيف كده والله العظيم بس مصعب بنهزر معاك شيكو ابن اللعيبه عامل 30 الله ايه رايك شيكو ابن المصيبه عامل 30 لعيبه حبيبي يا ريس تمشي حبيبي يا ريس حبيبي يا ريس انا بشكركم جدا جدا وسعيد ان انا كنت معاكم حبيبي النهارده يا ريس حبيبي ونتقابل على خير بقى كل سنه وانتم طيبين انت طيب يا ريس والحمد لله يا جماعه المصيبه دي عدت على خير وجت سليمه وجت في اخويا الكبير واستاذي سامي العدل عايزين نسمع له سقفه كبيره وقلبي يا ناس صباح الفل يا رجاله وكل سنه وانتم طيبين حبيبي يا ريس قلبي يا ناس ايه قلبي يا ناس جاهزين يا رجاله كله في الكنافه يا شيكو عيب عليك ايه يلا في ايه يا عم انا عايز امشي من البتاعه دي اي حاجه